السلام عليكم، أنا أيمن محمد، وإن شاء الله النهاردة في فيديو جديد هنتكلم فيه بقى شوية عن أهم الأسئلة اللي بتجيلي أو جزء من أهم الأسئلة اللي بتجيلي من أي عميل بيشتري في العاصمة الإدارية الجديدة. أسئلة زي هل العاصمة متأخرة في التشغيل والتسليم والشركات متأخرين وفي شركات مثلا قفلت أو كده ولا لأ؟ طب العاصمة متوقع تشتغل امتى معاد التشغيل الحقيقي للعاصمة، سواء انا استلامي فوري او كمان سنتين او 3، انا فعلا هشتغل امتى وهأجر امتى. حتة ان لو المشروع لسه صحراء او لسه ما اتبناش وما فيهوش انشاءات، هل المفروض يبقى ارخص من مشروع بدأت الانشاءات فيه وخلص جزء كبير من الانشاءات؟ شركة الإدارة ايه دورها وايه سبب وجودها، وهل هي فعلا هتفيدني ولا لا؟ وفي اسئلة طبعا كتير، بس انا هحاول ان انا اقسمها على كذا فيديو. فان شاء الله خلينا في الاسئله دي النهارده. اول سؤال فيهم وهو اهمهم اللي هو هل العاصمه متاخره في التشغيل والتسليم ولا لا؟ خلينا بس يعني نفصل الموضوع ما بين الانشاءات والتسليم وما بين التشغيل. لو حسبنا الامور بالمنطق هنلاقي ان العاصمه سبق الجدول الزمني الطبيعي بتاعها، يعني نسبه الانشاءات والتطور فيها بتزيد يوم عن التاني رغم كل الظروف الصعبه اللي عدت بالبلد واللي عدت بالاقتصاد واللي حصلت في العالم كله. العاصمه ما وقفش فيها الشغل خالص، بالعكس الشغل في تطور مستمر، وهنلاقي ان الدنيا فيها حركه دايما. طيب ايه اللي مخلي الناس شايفه ان العاصمه متاخره في التشغيل؟ اول سبب واهمهم هي التوقعات العاليه جدا في العاصمه الاداريه الجديده، انها تشتغل بسرعه وانها تتبني بسرعه. يعني الناس كانت متخيله ان العاصمه جت 3 سنين وهتشتغل، فطبعا ده صعب جدا. احنا بنتكلم على مدينه جديده لسه بتتبني، ده يعتبر مدينه بحجم دوله بتتبني من الصفر، من اول البنيه التحتيه، الطرق، التشجير، المناطق الترفيهيه، المباني الحكوميه، المباني الخدميه، وسائل المواصلات، الجزء السكني. في مشاريع ضخمه جدا بتتعمل، محطات الري، محطات الصرف، محطات رفع الميه، محطات الكهرباء، المونوريل، LRT، القطر السريع، محطات الطاقه الشمسيه، حاجه زي الحديقه المركزيه. في حجم مباني كله شغال مع بعضه في وقت واحد. فاحنا حاجه بحجم العاصمه الاداريه الجديده، لا دي مساحه مهوله جدا تحتاج سنين وسنين عشان تتبني. يعني مشروع واحد من المشاريع اللي جوه العاصمه الاداريه الجديده بيبقى عمره الزمني الطبيعي في اي مكان 3 4 سنين عشان يخلص انشاءات. احنا بنتكلم بقى ان في اكتر من 15 20 30 مشروع محتاجين العمر ده بيتبنوا مع بعض في وقت واحد. فطبيعي ان هي يبقى الامور محتاجه شويه صبر وشويه وقت. ورغم كده ورغم حجم الانشاءات الكبيره اللي حصل في العاصمه الاداريه الجديده، لا هي ماشيه بخطوات ثابته جدا، ونسبه الانشاءات خلصت فيها بنسبه محترمه جدا مقارنه باي حاجه بنفس الحجم ده بتتبني. وده نقدر نشوفه لو نزلنا على ارض الواقع، هنلاقي ان نسبه الانشاءات اللي كانت موجوده صفر من 4 سنين او من 3 سنين ونص، النهارده لا في حته ثانيه خالص. في مناطق كامله خلصت وحصل التشجير بتاعها والبنيه التحتيه، في مشاريع قامت، في حاجات بدات تشتغل. فالمدينه بدات تنور، بدا ان هي خلاص يخلص فيها انشاءات نقول بنسبه اكتر من 60 70%، ودي نسبه كويسه جدا على العمر بتاع العاصمه. يعني 3 4 سنين في عمر العقارات ده مش حاجه. العقار اللي بيبقى مبني بقاله 10 سنين بنقول ده جديد. فاحنا بنتكلم حاجه زي مثلا التجمع مبني من 97، بدأ يظهر للناس بعدها بنتكلم بحوالي 15 سنه ان في حاجه اسمها تجمع والناس تجري عليه وتتحرك عليه. فلما نلاقي مدينه زي العاصمه في خلال 3 4 سنين بقى ليها الوضع ده والشكل ده، لا هي طفره كويسه جدا في العقار. تاني سبب ان في شركات دخلت، يعني في نوعين من الشركات. في شركات باعت بسعر رخيص جدا، فللاسف دي اتعثرت وبقى عندها صعوبه شديده ان هي تنفذ وتمشي على الجدول الزمني بشكل كويس. هل الشركات دي هتقف وتقول لا انا خلاص مش هبني؟ لا، يعني اجباري هيبني، واجباري هو ملتزم مع العملاء بعقود. فبيبدا بقى يدور على حلول. الحلول دي بيبقى جزء منها ان هو يتاخر شويه في التسليم لغايه ما يتجمع شويه اقساط من العملاء، ان هو يحاول يجيب سيوله بشكل ما فيقدر ان هو يمشي في الجدول الزمني. بس في الاخر دي بتاثر عليه ان هو بيتاخر في البنى شويه. لكن في الاخر هو هيسلم، بس بدل ما كان هيسلم مثلا بعد 3 سنين ممكن يبقوا 4، ممكن يوصلوا ل5، على حسب حجم الشركه وحسب جوده الاداره بتاعتها. لان في ناس بتقدر تخرج من الازمات دي كسبانه، وناس للاسف الازمات بتطول معاها شويه.
تاني نوع من الشركات هي الشركات اللي باعت كويس وباعت بارقام كويسه، بس دخلت في مشروع واثنين وثلاثه واربعه من غير ما تبدا انشاءات في اي مشروع فيهم، فطبيعي ان هي تتعثر. لان انا كل السيوله اللي بتجيلي انا بدور ان انا اكسب من وراها، ما بدورش ان انا التزم مع الناس. فدي برضه هي مش غلطه العاصمه، هي العاصمه في الاخر ماشيه بجدول زمني وسلمت الاراضي للناس، هتيجي بعد 3 سنين 4 سنين تطالبوا، لكن مش ان هي اللي دخل في ارض واثنين وثلاثه وتاخر، طبعا الدوله او العاصمه شركه العاصمه هتحاسبه. بس في الاخر هو وعد العملاء بتاريخ، وهيلاقي نفسه ان هو اتاخر عن التاريخ ده سنه او اتنين برضه بسبب ان هو دخل في اكتر من مشروع، فهو برضه هيسلم، بس هو هيتاخر شويه بسبب سوء ادارته للفلوس اللي داخلاله، للتدفقات الماليه اللي بتجيله المفروض يوظفها في مكانها الصح اللي هو التنفيذ. عشان كده انا دايما كنت بقول لاي حد لازم نبقى حريصين جدا واحنا بنختار المطور اللي هندخل معاه، لازم نبقى عارفين ان هو حد ملتزم ولا لا، ليه سابقه اعمال ولا لا، طب هيخلص في الانشاءات بسرعه ولا هنلاقيه دخل في 3 4 مشاريع من غير ما يبدا انشاءات في اي واحد فيهم. فعشان كده اختيارنا للمطور هو مهم جدا، زي اختيارنا للتميز بتاع الوحده واختيارنا للسعر بتاعه، لازم المطور يبقى حد محترم ونقدر نثق فيه. ثالث سبب اللي انا شايفه يعني خلى الناس تتخيل ان عاصمه لا متاخره في التشغيل او ما اشتغلتش، هي الوعود الغير حقيقيه اللي الشركات باعت بيها، زي الايجار الالزامي والتفويض بالايجار والشراكه واحنا هنأجر لك واحنا هنشغل لك والكلام ده كله. بقت الناس متخيله انا اشتريت النهارده 2.5 سنين هبدا اعد فلوس الايجار بتاعتي، وانا قلت للناس كتير جدا ان لا، انت بتشتري النهارده في العاصمه اضمن استلامك الاول، يعني اضمن ان انت هتستلم في ميعادك الحقيقي اللي هو بعد 2 أو 3 ثم بعد كده قول انا هشتغل ازاي، لان وارد تستلم بعد 3 سنين وتشتغل اول ما تستلم، وارد تتاخر 6 شهور، وارد تتاخر سنه، لغايه ما تلاقي مستاجر مناسب ليك بالسعر المرضي اللي انت محتاجه. لكن فكره ان انا بشتري وانا ضامن الايجار 100% دي مش موجوده في اي مكان، ولا في العاصمه ولا التجمع ولا اي عقار عموما ولا في اي دوله. فبالتالي هي الناس عشان اشترت على المبدأ ده اللي هو انا بشتري تفويض بالايجار والشركه بتقول له احنا 2.5 سنين هنشتغل، فما لقاش ده. يعني اكبر شركه شغاله بالتفويض الايجاري عندها مشروعين في الام يو 23 ما سلمتهمش وما اجرتهمش وما شغلتهمش، موقفه التسليم بتاعها بسبب ليه؟ عشان هي عارفه ان هي مش هتقدر تاجر للعملاء دلوقتي، لان العاصمه تشغيلها اتاخر شويه، العاصمه بسبب الظروف اللي حصلت وبسبب التعويمات وبسبب الشركات اللي اتاخرت والكلام ده كله، تشغيلها بدل ما كان الناس متوقعه ان هو في 2025 لا، هنلاقي ان هو ممكن يبقى في 2027. فهي الشركه كانت واعده الناس ان هي تشتغل في 2024، فلو سلموا مش هيقدر يشتغل. فعشان كده كنت دايما بقول ان الايجار الالزامي، التفويض بالايجار، الشراكه، الاسهم، اي حاجه تحت بند هاجر لك وملكش دعوه بالاقساط بعد الاستلام، اعرف ان ده عرض وهمي وغير حقيقي، واعرف ان انت بتبني على الوهم، فدايما اللي بيبني على الوهم بيخسر فلوسه. هنخش النقطة اللي بعدها ان هي العاصمة هتشتغل امتى. زي ما قلت هي كان المتوقع تشتغل في 2025، احنا النهاردة بنتكلم ان تقريبا العاصمة هتشتغل ما بين 2026 2027، وده ميعاد منطقي. يعني انا لما يبقى عندي مدينة نازلة في 2018 تقريبا وتحتاج 8 سنين 9 سنين عشان تشتغل، ده حاجة يعني كويسة جدا. انا بنيت مدينة من الصفر في خلال 9 سنين او 10 سنين، حتى انا قدرت ان انا اخليها تشتغل ويبقى فيها الحياة ويبقى فيها مباني. ال9 سنين دول عدى منهم بنتكلم حوالي 4 5 سنين، فاحنا خلاص بنتكلم من النهارده 4 سنين اللي هو 2024 25 26 نلاقي نفسنا في 27 بنشتغل ان شاء الله. النقطه اللي بعدها، لو المشروع لسه صحراء، هل الطبيعي انه يبقى سعره ارخص من مشروع اتبنى؟ او لو مدينه لسه جديده ولسه صحراء، هل الطبيعي ان هي يبقى سعرها ارخص من مدينه اتبنت وعايشه؟ النقطه دي غلط جدا. ليه؟ لان انا مثلا لو هقارن حاجه زي العاصمه الاداريه الجديده بمدينه زي بدر او بمدينه زي الشروق او حتى بالتجمع الخامس، المدن الثلاثه دول مبنيين وفيهم حياه وفيهم سكن، هل الطبيعي يبقى سعرهم اغلى من العاصمه عشان هم اتبنوا؟ لا، اللي بيحدد السعر عندي التميز والمستوى اللي انا بشتريه. بمعنى ايه؟ ان انا العاصمه مبنيه على مستوى وعلى تميز عالي جدا كبنيه تحتيه وكمرافق وكطرق وكخدمات، وليها مستقبل ممتاز جدا، فمقابل القيمه العاليه دي هي طبيعي ان هي تبقى اغلى من اي مدينه تاني في مصر. لكن اللي يفرق بقى ايه؟ ان انا مثلا العاصمه هلاقي فيها انظمه سداد مريحه 7 سنين و8 سنين و10 سنين، ده مش هلاقيه في المناطق التانية، هلاقيه كاش، هلاقي سنة 2، اللي هيقسط على 4 سنين بتبقى مدة طويلة. فاللي يفرق مشروع عن التاني مش انا المشروع اتبنى ولا لسه. حتى جوه العاصمة نفسها هنروح في مكان مثلا زي الحي الحكومي، هتلاقي مشروع خلص انشاءات ومشروع تاني لسه ارض ما بدأش في الانشاءات،
ممكن تلاقي الاتنين نفس السعر، لكن اللي لسه ارض بيقول لك تقسيطك 7 سنين ولا 8 سنين، اللي اتبنى بيقول لك تقسيطك 4 سنين و3 سنين. فاللي بيفرق مشروعين عن بعض هو تميزهم. انا فين من الشوارع الرئيسيه، الخدمات اللي موجوده في المدينه او اللي في المشروع، مدى التميز اللي انا بشتريه، هو ده اللي بيحدد لي السعر بتاعي. لكن فكره التسليم او الانشاءات او الكلام ده كله ممكن تفرق في انظمه السداد، ان انا فتره السداد ونسب المقدم والكلام ده كله. لكن في الاخر مدينه زي العاصمه الاداريه الجديده، هل تستاهل الاسعار اللي هي متسعره بيها؟ طبعا تستاهل، ولسه هيحصل طفره في التسعير مع وقت التشغيل. يعني احنا النهارده حصلت الطفره الاولى في الاسعار، اللي هي الناس كانت مشتريه بارقام زادت الضعف يمكن مره واتنين، وثم لما تبدا المدينه تشتغل هتزيد الضعف مره واتنين كمان. فهي العاصمه لسه فيها مكسب، لسه فيها استثمار كويس جدا، بس نقدر نختار موقع مميز، حاجه قيمه مقابل سعر، مطور محترم، يبقى انا اضمن لك انك هتكسب ان شاء الله لو صبرت على العاصمه الاداريه الجديده لغايه وقت التشغيل اللي هو في 2026 2027، يعني مش مسافه بعيده. رابع نقطه، ايه دور شركه الاداره في المشروع اللي انا بشتري فيه؟ يعني دايما بنسمع ان في شركه كذا هي اللي هتدير المشروع، فده ايه دورها وتفيدني بايه؟ طبعا شركه الاداره مهمتها الاساسيه ان هي تدير المبنى او المشروع لو هو كومباوند سكني، تحافظ عليه، تحافظ على الخدمات، تحافظ على البنيه التحتيه، على المرافق، تحافظ على الاسانسيرات، تحافظ على شكل المبنى كواجهات، لو هو كومباوند تحافظ على اللاندسكيب وعلى الطرق ونظافه الكومباوند، يبقى فيه سكيورتي، نظام امني كويس يحافظ على المشروع او الكومباوند. ده دورها الاساسي، ان هي تحافظ على شكل المشروع وتخليه باحسن شكل طول الوقت. الدور التاني ليها ان هي تسوق كويس للمشروع، تسوق كويس للمشروع، ان هي تخليه لو هو مشروع اداري وتجاري تقدر تجيب لي براندز محترمه، تقدر ان هي تعمل لي ريت ايجار عالي، تقدر ان هي تخلي المشروع كله شغال ما فيهوش وحدات مقفوله، لان ده بيأثر على كل اللي مشترين في المشروع. المشروع لو كله متأجر وشغال فانت هتضمن المستأجر اللي بيخرج بيجي مكانه مستأجر تاني بسرعه. لكن لو المشروع فاضي وملهوش تسويق كويس هتلاقي نفسك ان انت بتعاني عشان تلاقي مستأجر، والمستأجر اللي هيجي مثلا يأجر محل ويلاقي كل المحلات اللي جنبه فاضيه هيمشي ومش هيأجر حتى لو مشروعك كويس. فشركة الإدارة هي ليها دورين مهمين جدا. الدور الأول تحافظ على المشروع كصيانات وإدارة، الدور الثاني إن هي تسوق للمشروع كويس وتقدر تجيب مستأجرين كويسين وتقدر تحافظ على مستوى المبنى كبراند. طبعا شركة الإدارة بتبقى يا إما ممكن تبقى الشركة المالكة للمشروع نفسها هي اللي بتعمل المهام دي، ممكن تجيب شركة إدارة باسم كبير ليها خبرة في النقطة دي فهي اللي تدير الموضوع. بعد كده بعد ما بتعمل العقود النهائية بتقدر أنت تتابع شركة الإدارة كاتحاد ملاك أو اتحاد شغالين بتتابعوها، او بتسيبوا لو الامور ماشيه كويس بتسيبوا الشركه المطوره هي اللي متابعه الموضوع وهي اللي بتدير المبنى بالكامل. بكده اكون خلصت شويه من الاستفسارات اللي موجوده بخصوص العاصمه الاداريه الجديده. وطبعا لو انت بتشتري في العاصمه الاداريه الجديده وعايز استثمار ناجح واستثمار يكون امن وتقدر تختار احسن مشروع باعلى قيمه استثماريه، كلمني وخليني معاك في اختيارك لعقارك الجديد في العاصمه، وهتلاقيني معاك انا وفريق المبيعات.